أحبابنا طلوا لطفي بوشناق هانا الكل المستمعين الكرام وين ما كانوا يلتقطوا في موجات إذاعة صفاقس، وأيضا لكل المتصفحي الانترنت راديو تونيزيان .tn/صفاقس. هذا هو اليان اللي تجموا تسمعون عليه. ضيوفي الكرام اللي موجودين على صفحة ريحة البلاد، التوانسة المقيمين بالخارج واللي مأنسيني برشا في ريحة البلاد. يا ربي إن شاء الله نكون أنا عند حسن ظنهم في ريحة البلاد، وإن شاء الله نتمكن ونوفق أني نبلغ صوتهم. في الحقيقة الأسبوع اللي فات طلبوا مني أنه يكون عندي ضيف من شركة الملاحة السيتيان، ويحبوا يعرفوا الجديد في مستوى الطريفة وفي مستوى أسعار البواخر العائدة لأرض الوطن. منذ يوم الجمعة وأنا حاولت الاتصال بضيف يكون معايا من السيتيان، لكن اليوم بلغوني أنه الجديد مش يكون في خلال الأسبوع هذايا، وفما انخفاضات إن شاء الله تكون هامة خلال الأسبوع هذايا. قالوا لي الأسبوع القادم إن شاء الله، وعدوني السيتيان أنها تكون معنا في الأسبوع القادم، حتى نكون لأني وعدتكم أنه يكون معايا ضيف من السيتيان. هذاك علاش يلزمني نوضح علاش غاب الضيف هذايا. تو باش نمشيو مباشرة لإيطاليا وين موجود خونا عادل العيد، ممثل المجتمع المدني التونسي وعامل خروج خارج حدود الوطن، تحديدا من باليرمو، وتبارك الله ناشط في صفحة ريحة البلاد مع تونسيين بالخارج. ديما شادد المطبخ سي عادل، الحلويات والاكلات الكل اللي بنينا برشا يحضر لنا سي عادل التينيزينو ليبيرو. مرحبا بك سي عادل على موجات اذاعه صفاقس لاول مره تكون معنا ضيف، وهذا فاخر لينا وتأنسنا برشا في اذاعه صفاقس. اولا ربي فضلك اخت ريم على الفرصه، ومن خلالك انت انا نحيي كل الشعب التونسي واهلي في تونس، وخاصة تحية إلى أهل صفاقس الأشياء اللي تعبوا فيها هنا على الخارج، وإن شاء الله يا ربي يلمنا في أقرب وقت وكنا في خدمة بلادنا بإذن الله. إن شاء الله. خلينا نتعرفوا عليك عن قرب عادل العيد، شكون وقتاش مشى لإيطاليا، منين بالضبط من تونس، شنو تعمل في إيطاليا، شنو مشاريعك، باش نحكيو زيادة كيف معاك على موضوع ملف الهجرة السرية والشباب المفقودين، لكن خلينا نتعرف عليك سي عادل عن قرب أكثر. إيه أنا تحت أمرك وتحت أمر جميع المستمعين اللي نحييهم زاد هما، وبربي بعد إذنك أختي ريم نحب نحيي أصدقائنا وصديقاتنا على صفحتنا ريحة البلاد في الفيسبوك، اللي فعلا أنا نعتبره البيت اللي كان ناقصنا، وهو البيت يلم جميع الجالية التونسية بالخارج، ويا رب يدوم هالبيت هذايا على خاطر فعلا صدقني نحس في روحي ما بين اخواتي وبين اهلي، نقصدك الغربة اللي كنا احنا نعيشوا فيها. السهرية كل ليلة في الصفحة يا سي عادل، السهرية كل ليلة في الصفحة. أنا أخوكم عادل العيد، نعم، مواطن تونسي أب عن جد، حتى بالديانة بتاعي والحمد لله، فلا تسألوني من أكون، الحمد لله. عندي 29 سنة في إيطاليا، حامل الجنسية الإيطالية، والحمد لله بديت نضالي في المجتمع المدني عند الجمعيات الإيطالية، على خاطر هنا كانت الجالية بصفة عامة قبل تعيش تفتيش كبير في إيطاليا، وخاصة الجالية التونسية، على خاطر كنا نعرفوا وللأسف اللي ما كانش عندنا هيكل دبلوماسي يسعى إلى حل مشاكل الجالية، بل كان يسعى في جمع الأموال للعائلة الحاكمة في تونس، ولكن ما ندخلوش في التفاصيل السياسية. فحبيت أعطيك ومضة على أخوكم عادل اللي كنت كمواطن تونسي غادر البلاد على خاطر ما حبيت نركع للظروف اللي حطوهم لي في تونس، بابا باش منعني من حياة ربما كانت تكون مليئة بالتعب، وأعطاني التقاعد نتاعي لأخرج لإيطاليا وقت فماش تأشيرة. خرجت لإيطاليا وبديت حياتي ككل التوانسة حب يقول من السلم، والحمد لله رويدا حب يقول تمكنت من الاندماج مع المجتمع الإيطالي، وأصبحت جزء فاعل سواء كان للبلاد المضيف وللبلاد الأم اللي هي تونس. هذا بخلاصة أخوكم عادل. نعم، مرحبا بك سي عادل. في الحقيقة أنا نسمع فيك ونقرأ كيف في لي كومنتير اللي حطوا فيها أخينا في صفحة ريحة البلاد. أنتينا برشا، وبديس دخل من التحويز في أبو ظبي ودخل الصفحة وقاعد سهر معاهم وقدموا له الجي، وقاعد
يتبع في ريحة البلاد. مرحبا بك يا بيديس. نعم. ذاك البيت نتاعنا الكبير باذن الله، وان شاء الله نحافظ عليه على خاطر فعلا بيت المهاجرين بالخارج. شكرا لك يا ريم على الفكره الرائعه، وكما قلت لك انت قلت كلمه حلوه قبيله مع ضيفتك، وهو يلزمنا نوصلوا الى مستوى وهو انه نتعالاوا على المشاكل اللي بيناتنا، ونفكروا في جوهر الموضوع، الا وهو خدمه تونس كلا من موقعه. نعم بالضبط، هذا هو اللي نطمحوا له. سي عادل، سي عادل، انت ناشط في المجتمع المدني وعديد الجمعيات. جمعيه الوفاق الوطني. نعم، في الوفاق الوطني. نعم، الوفاق الوطني وهي اول جمعيه تنشط خارج حدود الوطن. نعم، الوفاق الوطني. فما برشا مشاكل في إيطاليا، خاصة العائلات اللي مشات عن طريق الهجرة السرية وغير الشرعية، وفما عدد كبير من المفقودين هناك. الجمعية هذه شنو قاعدة تعمل في هذا المجال؟ وكان قبيلة سي منصف الخليفي المندوب الجهوي حاضر معنا بالهاتف، نعرفش سمعته ولا لا؟ نعم تبعت. نعم. تدخلاته. نعم، يقول أنه الملف تم بعثه للانتربول الدولي حتى يقع الحسم في هذا الملف في أقرب فرصة إن شاء الله. أنتم من جهتكم شنو عملتوا؟ أختي ريم، يلزمني نكون صريح معاك ومع مستمعينا الكرام. يلزمنا نكونوا صراحة، وهذا هو الهدف. ما يلزمنيش نغلفوا ونقولوا هذا هو المجهود الكبير، أهو الحكومة قاعدة تقوم بالمجهود. هذا يقبل يزينا من القبل ومن اللغة الخشبية متاع قبل. تو يلزمنا نطوروا، اعطينا الصحيح والواضح شنو فما بالضبط موجود في إيطاليا. هذاك علاش الملف هذايا أرهق البشر بالحجر. صدقني أرهق البشر والحجر، لأنه تحول من ملف إنساني إلى ملف مزايدات سياسية. شو معناها أختي لين؟ بالضبط. وهو أنه فما ناس حبت تستغل الوضع، بتقول هذايا الإنساني لأغراض ما نقولوا احنا بروباغندا الكتورال، نعش بالعربي هو الحملة الانتخابية. نعم. هنا لما خلح بيقول المجتمع المدني يقع صعوبة في التعامل مع الملف هذا، ولكن إحقاقا للحق نحب نقول كلمة، وهو أنه حتى العائلات بيدها أختي ريم أصبحوا منقسمين حسب سي عادل انقطعت يظهر لي المكالمة للأسف. إن شاء الله نتمكنوا ونعاودوا الاتصال به. سي عادل نمروا للنغم طارق حتى نعاودوا الاتصال به. للأسف هذه هي ظروف المباشر. نعتذر من كافة المستمعين. نسمعوا النغم إن شاء الله عليها الصابر الرباعي، نرجعوا الأجواء التونسية مع هذا النغم في الانتظار حتى نتصلوا بسي عادل. نعود إذا سي عادل العيد. نأسف لانقطاع المكالمة، إن شاء الله هذه المكالمة ما تنقطعش مرة أخرى. سي عادل العيد، مرحبا بكم مباشرة من إيطاليا مرة أخرى. ربي يفضلك أختي ريم، هذاك مفاجآت المباشر، ما هو تعرفوا ساعات المفاجأة واحدة بيدنا، ولكن الحمد لله حبيت ثم التواصل وهو رجعنا مع بعض. حبيت نكمل باش ما نطولش عليكم بس، وهو انه الملف هذا يا اختي العزيزه دخل فيه اطراف سياسيه عديده اللي قسمت حتى العائلات نتاع المفقودين، بما جعل المجتمع المدني يلقى صعوبه. حتى المجتمع المدني نقولها بكل صراحه اختي ريم اصبح مجتمع متسيس، مما خلى بيقول الحكومه والوزاره المعنيه بملف المفقودين ما عادش عندها ثقه في حتى مجتمع مدني، بما خلى بيقول احنا نلقاو حتى صعوبه في التواصل. هو دور المجتمع المدني، دور المجتمع المدني وهو ايصال الملف الى السلطه المعنيه، وتقف وهمته غاديه، على خاطر المجتمع المدني ليس بسلطه تنفيذيه. المجتمع المدني هو الاحاطه بالتونسي خاصه في المهجر من كل ما هو يخص المواطن التونسي، وايصال صوت المواطن التونسي كملف الى السلطه المعنيه لحثها على متابعه هذه الملفات. ملف المفقودين كما قلت لك فعلا ارهق البشر والحجر. وصلوا كيف توافدي تاع بصمات، واحد 143 بصمه، واحد فيه 48 بصمه، واحد فيه 112 بصمه. تم تحليل القرص اللي فيه 112 بصمه، وكان
بصمه وكانت النتيجه سلبيه. معناها حاب يكون ما لقيناش حتى اسم من الوليدات اللي نفكسوا فيهم. هنا نحب نحدد راهو القائمات اللي احنا قاعدين نفكسوا فيهم هما قائمات نتاع ناس 80% اذا كان ما نقولوش 100% عندنا ما يثبت وصولهم الى التراب الايطالي. هي داخله خرجت يوم 1 مارس من ميناء الهواريه وعلى متنها 22 راكب وصلت الى ميناء لينوزا. اتصلنا المنطقه الامنيه للميناء هذه واكدوا دخول قالب عليه 22 ميناء داخله خرجت من سيدي مقفول نهار 29 مارس. عن صور للقنوات التلفزيونيه الايطاليه تثبت وصول القارب هذا الى ميناء لامبيدوزا. وقال 14 مارس اللي هو زاد خرج من 14 مارس من تونس من راس جبيل. هذوما حد يكون خير قوانين اللي احنا حددنا على القائمه نتاع الاشخاص اللي نحدوا نركزوا عليهم البحث نتاعنا. بعد مع التوزيع البحث نتاعنا بعد على خاطر القائمه تفوت 8 مفقود، لكن ركزنا على ما هو متاكد منه. قبل ما تتبعث جبهه الاتفاق الوطني كمجتمع تونسي، كما قلت لك كختيرين كمواطن ايطالي ايضا كنت ننشط في المجتمع المدني الايطالي وتبنينا الملف هذايا منذ نشأته. علاش مش من هذا 29 مارس كما قلت انت اختيرين لضيفك، هو من قبل حتى 29 مارس، لان ملف المفقودين ملف كبير ياسر، وهو الثوره المضاده باش تضرب الجزء الشاب من الثوره التونسيه. نعم. وبتعلة الانفلات الامني ولتهميش الشعب بكل السجون المفتوحه والانتهاء والبلاكاجات، دخلوا فينا الصندالي، خلاوا الحدود المائيه فارغه، ومشجعين الشباب على الخروج على خط كلها بصارت في التاريخ الهجره. اكثر من 33 الف تونسي غادروا تونس في الفتره ما بعد الثوره. هنا ايش معناها اختيارين؟ وهو انه كان زاد شيء مبرمج، واحنا ايطاليين هنا باش نحدد الكلام تاعي كايطاليين، حتى انا كحب يقول على المجتمع المدني التونسي قاعدين نلموا في كل ما هو يوثق ويدل على هناك من آمل على شباب تونس في ضرب شباب تونس وترحيله حتى يفرغ لهم المجال في تونس. هذا بما يخص ملف المفقودين عامة. المفقودين اللي احنا تو الهجرة عامة، المفقودين اللي تو احنا نحكي عليهم هو انه عندنا خيوط جديدة باذن الله. خيوط جديدة ما نجموش نقولوها على المباشر على خاطر تعرف الناس على اعصابها في تونس. صحيح. وما نجموش نعطيو معلومة الا ما نكونوا متأكدين منها، لانه لعب اعصاب وحرق اعصاب خاصة الحيلات اللي عندها تكون عندها مصداقية. نعم يا اختي. صحيح. كانش عندنا اخبار جديدة، ولكن باذن الله قاعدين نتحريو باش ما نعرفش نهبطوا حتى خبر الا ما نكونوا متاكدين منه 1000%. احنا نحب نوجه نداء للعائلات اختيارين بعد اذنك. طبعا تفضل. وهو انه اذا كان ربي باذن الله اولا يخليوا ايمانهم بالله قوي. اذا كان ربي كاتب لهم باش يقابلوا اولادهم باذن الله مهما دخلوا يمينا او يسارا ربي باذن الله باش يسمح باولادهم. ولهذا هما صبروا كملوا يصبروا. احنا باذن الله مجتمع مدني ومتواجد على عين المكان مع المجتمع المدني الايطالي اللي زاد نحييه بكل صراحه. المجتمع المدني الايطالي اللي قام بمسيرات وعمليات ضغط على الحكومه الايطاليه من مجبرهم باش انهم يعطيوا زاد هما الملف الاهتمام اللي يستحقوا. حاجه اخرى مهمه مختلفين طبعا. انا نحب نوجه نداء الى كتابة الدولة للهجرة. نعم. عادل العيد وممثل جبهة الاتفاق الوطني على خاطر في المرة الأخيرة وقع شبه استلام بيني وبينهم. أنا نحب نقول لهم ومن منبرك الكريم هو أنه المجتمع المدني مستعد باش يحط يده مع الحكومة بما فيه خدمة المواطن التونسي. نعم. لكن ما نسمحش روحي باش نسكت إذا كان لاحظت بعض الانحراف على المسار، على خاطر احنا ناس نعاونوا في الشرعيه لانها الشرعيه التي يجب ان تكمل المشوار نتاعها، ولكن مش معنى هذا وهو ان بيقول نتغاضى على الاخطاء التي ترتكبها هذه الشرعيه. طبعا. النداء نتاعي وهو انه بيقول يزينا من التفرقه. مجتمع مدني باش يعاون بايصال صوت والمشكل الى السلطه التنفيذيه. المهم انه السلطه التنفيذيه تاخذ الملف بعين الاعتبار وتخاطب
تخاطب وتفتح قنوات التواصل معنا باش نعرف هي ايش عملت. اذا كان هي عندها مشكله، احنا كنت ما قلت اخت كريم، احنا ايطاليين عندنا بكل الضغوط بالنسبه الجنسيه ساعات تنفع اخت كريم، وهو انك تستغلها بالضغط على الحكومه اللي انت وليت تنتمي لها كحكومه ثانيه، نعم. تجبرها انها تتعامل مع الملفات اللي مثل هذه. نعم. هذاك علاش انا نوجه نداء الى الدوله للهجره، وهو ان نحط يدينا نسكن في بعضنا نظرا لحساسيه هذا الملف. نعم. السياسيين هزوا يديكم من على الملف هذايا، راهو حرام عليكم. ثم ناس قاعده تموت كل يوم، وفعلا مقتلين. ثم مواطن تونسي اسم تصريح خرج في جريده الصباح، خرج اسم ولده من بين الاموات، ولكن القائمه كانت غالطه. السيد هذايا شاف اسم ولده، جاته سكته قلبيه اخي مات. توفى صحيح. هذه عندها شهر ولا شهر ونص الحادثه هذه؟ نعم مختلين. قلت لك الحادثه هذه عندها تقريبا شهر ونص ولا شهرين. نعم. هذاك علاش لازمنا نتحراو بالباهي قبل ما نهبطوا حتى معلومه بخصوص الشباب هذوما المفقودين. الملف مو سهل. نعم. بيقول كبدتهم، انا حب يقول لك انا بنتي توخر علي في المكتب، انا ربي على بيا خلي حب يقول اسره ما ثم شكون هنا عندنا البعثه الموجوده لهنا اختي ريم، كل شم في ريحه ولدي وزدت ما قبل. صحيح. السيدة محرزية سي عادل، السيدة محرزية كانت ضيفتي في برنامج ريحة البلاد، وقالت كلام أليم جدا حول الحكومة وحول الوضع التونسي غادي في إيطاليا، والحالة المزرية اللي وصلوا لها هما، وحالتهم النفسية اللي تعبة برشا ودخلت حتى في إضراب جوع. شفت أنا اليوم الفيديو اللي أنها وصلت قابلت رئيس إيطاليا هكا، رئيس الدولة. وشو صار خلال اللقاء هذا؟ فماشي شو قال؟ عندك شي أخبار في خصوص اللقاء هذا؟ هي قابلت رئيس الدولة وعدها أنه باش يزيد يحث الحكومة الإيطالية على المزيد من العمل بالنسبة للملف هذايا. عندنا خيوط جديدة كما قلت لي ما نجمش نقولها الآن على المباشر حتى نكملوا التحريات نتاعنا. نعم. فقط نعاود وجه النداء نتاعي الى كتاب الدوله للهجره، نحن لسنا اعداء، نحن في نفس الخندق، مصلحه تونس قبل كل الاعتبار. لهذا يليت نعاود نقول يليت نخليه حد يقول حزازيات على جانب، وما تخلطوش حد يقول صحيح فما شكون يحط في العصا العجله، مش الناس الكل تحط في العصا العجله. احنا ناس عاهدنا ربي باش نخدموا البلاد في العباد، على خاطر قبل كنا مكتفين يدينا، ولكن الحمد لله الثوره جات بتعطينا الفرصه باش نصوروا ونعملوا، وهذا الوقت اللي احنا باش نعملوا فيه. ولهذا النداء نتاعي هو انه نتعالاو على الخصومات الضيقه، ونفكروا في مصلحه تونس ومصلحه التونسي اينما كان، واللي يعمل حاجه راهو يعمل قدام ربي يلقانا، هذا قدام طبعا. يعطيك الصحة سي عادل، حبيت فقط نبلغك تحيات كامل الفريق اللي في ريحة البلاد مع تونسيين بالخارج في صفحتنا. لطفي بن حمودة يشجعك برشا على كل الكلام اللي قلت، وأيضا انت منصف زيد من فرنسا. آدم زيد يقدم لنا تحية في ريحة البلاد، يعطيه الصحة آدم اللي عمره 9 سنين موجود في فرنسا وقاعد يسمع في البرنامج هكا كما قالت لي أمه السيدة نزيهة، وقالت لي يستنى في تحيته ما حبش يرقد كان ما يسمع التحية برا. ارقد يا آدم، ياسر عليك السهرية لأنه تو 11 غير دارجين بتوقيت تونس، لكن نعرف نص الليل غير دارجين في فرنسا. ربي معاكم الناس الكل. عادل لو تسمح أنا قريت حتى في المعلومات اللي تهبطها أنت على الفيسبوك أنه فما عائلات محتاجة في إيطاليا وقاعدين، عائلات تونسية معناها نأكد عليها هذه، أنهم قاعدين تجمعوا لهم في فلوس حتى يداركوا أزمتهم الاقتصادية في جنوب إيطاليا. فما عائلات يرثى لها معناها في حالات من الفقر المدقع هناك، والناس هنا تفكر أنها تحرق لإيطاليا. معناها شوف أنت المفارقة بين هنا توانسة تحلم أنها تخرج لإيطاليا وإلا لأي مكان آخر باش تحسن وضعيتها، في حين أنه فما ناس توانسة في إيطاليا ما لقات ما تاكل. اختي ليمي والله الله يجازيك خير يا اخيتي في الاخره، والله نقولها لك من كل قلبي. يعيشك. على خاطر الجاليه التونسيه في ايطاليا اختي ليم عاشت التهميش، هو الجاليه التونسيه في جميع انحاء العالم عاشت التهميش. خاطر نعاود نقول لك بكل صراحه ما كانش عندنا سلك دبلوماسي، كانت عندنا ملك امن تلاحق التونسي اينما كان وتجمع الاموال، همها الوحيده هو جمع الاموال. هذا مما خلى التونسي يقولوا قد عنده حتى مشاكل يحاول يلتجئ الى الكنيسه، بالرغم احنا الدين نتاعنا دين سمح
ويلزمنا احنا نكونوا سباقين بفعل الخير. هنا علاش قلت لك لازم نعطي كل حقه. الكنيسه هي اللي بيكون قامت بالدور اللي لازم تقوم به السلك الدبلوماسي بتاعنا. في الجنوب الايطالي، نجيك الجنوب الايطالي، الازمه الاقتصاديه اللي يعيشها العالم خاصه اوروبا جات تعبت جماعه الجنوب اكثر مما تتصوروا. حقيقه اخت لي نعيشوا مجاعه بتاع الحرب العالميه الثانيه. يعيشوا فيها هما كتائب، فما بالك بالتوازن ساكن اللي ما لقاوش حقهم بالسنين الاولى، وناس بتكون كانت تخدم في مطاعم وكل شيء، ولكن الجاليه الازميه بصفه عامه هي في الخط الاول للطرد. معناها فما ازمه اقتصاديه اللي الاولاني اللي يطرد هو الاجنبي. مما يخلي يحب يكون ناس عندها عائلات عندها عدد وافر من الابناء، وهنا يحب يكون الكراء غالي والمعيشه غاليه، مما خلى فما عائلات اللي فعلا قد نحاول قدر المستطاع وانه نكون لهم كسند. وقد خاطر انا اخوك كمجتمع انا بيدي والله ما نحبش نحكي لروحي ومش نحكي لروحي، مش نحب نقولها حسب الامكانيات الماديه اللي ما فماش حتى دعم وحنا قاعدين نحاربوا باش نوصلوا حد يقول نعاونوا قدر المستطاع الناس اللي يلزمنا نعاونوها. الشيء المهم نحب نوجهه اختي ريم بعد اذنك. طبعا تفضل. انا اخوك كنت جمعتي الثاني في تونس. حبطت لي هدف معين، وهو انه عن صفحات الفيسبوك توصل لنا كانت صوره سوداء على تونس. هذا باش يوريك خطوره اعداء البلاد اللي يحاولوا زاد يضربوا الاقتصاد التونسي في الخارج. صحيح. كانوا يوصلونا وكانها حد يقول تونس باش تخلي افغانستان المغرب العربي مع كل احترامي لشعوب العالم. هبطت تونس باش ناخذ الوضع على حقيقه، هبطت تونس نلقى اللهم صل على النبي جوزاعي وعندي فيديو هبطتهم على صفحات الفيسبوك وحفيت خيانه في انحاء العالم، وهو انهم يكذبوا ما يقع تصديره من صوره سوداء عن تونس ويقوموا بمهمتهم. هذوما اعداء الوطن يا سي عادل. وهو مساعده تونس يكون من الناحيه الاقتصاديه. هذوما اعداء الوطن اقل ما يقال عنهم. سي عادل قلت لك هذوما اعداء للوطن اقل ما يقال عنهم، انهم يخليوا صوره سوداء لتونس وما يخليوش التوانسه تروح للبلاد ويرهبوهم من صوره تونس. هذه راهو غلط. وانت شفت معناها هبطت للبلاد وتحققت انه تونس كما قلت انت جنه. تونس زاهيه في اهلها. رغم كل الظروف اللي نعيشوها. فم حتى شيء. نعم قلت لك رغم كل الظروف اللي نعيشوها وكل راهي تبقى بلادنا ويلزمنا نزوروها ويلزمنا نهبطوا في الصيف ونحركوا شويه الاقتصاد وعجله الاقتصاد يلزمها تدور وتدخل العمله الصعبه للبلاد. مش هذا فقط، مش نفكروا كان من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الماديه، نفكروا ايضا في صغارنا اللي يلزمهم يتعلقوا بتونس، يلزمهم يزوروا تونس، يلزمهم يشوفوا ثقافتنا، يلزمهم يتاصلوا في تونس وببلادنا وبعاداتنا وبتقاليدنا وبلغتنا وبعروبتنا. هذا الكل يلزمنا نتقيدوا به، يلزمنا نرجع لتونس في كل صيف وفي كل فرصه تتاح لنا. حرام انه نخليو الصوره هذه. كريم اخوك عادل بعد 4 سنين ونص، بعد 4 سنين ونص و5 سنين ما غادش لتونس، كانت جمعتي التالي قسما بالله اللي روحي بامره وقت اللي وصل لي البابول وخلاص دموعي هبطت حدهم على خاطر الام هذيك، الام الكبرى هذيك اللي تلم الناس الكل. يحب يقول ديما نقول لهم يلزمنا نرجعوا لحمتنا، احنا شعب واحد من بنزرت من جازان، اللي يصلي يا رب يزيدوا في هدايته واللي ما يصليش ان شاء الله ربي يهديه، ونتعاونوا مع بعضنا يقول على المشاكل الاساسيه وهو الشارع يزيهم عام الجوع، ما عادش في جوع. ظهروا الجهود قبل التصريح الخيرات كانوا يشركوا فيها انشاء بيقول سراق. اول تحلمت السراق هذوما نحاولوا باش نراقبوا السراق اللي قعدوا، ولكن يخدموا بشكل جيعان ما عادش في جوع. هذاك علاش انا حبيت اول مره المداخله بتاعي نحيي جميع اهالي الساقط اللي الانطلاقه الاقتصاديه هي عاصمه الاقتصاديه لتونس، واثبتوا من جديد انها عاصمه العالم. نحب يقول في وقت فقط الدك في الدلباله كما نقولوا، تخرج الساقسيه وتقول لك ها والاقتصاد ده ينتعش. نحبوا المدن الكل كما على منوال مدينه الساقط المستثمرين يرجعوا لبلادهم، حتى المستثمرين الاجانب قاعد نخدم فوق في خدمه كبيره فيها هنا على مستوى المستثمرين الاجانب، وهو انتم تقولوا لهم باهي تونس خير، تونس تستقبل فيكم بالياسمين، تلاقي القانون مهما يصير هذيك بلادنا الثانيه. اخر معلومات جايتني من تونس هو الساحه الايطاليه رجعت لتونس بشوي بشوي باذن الله بتزيد ترجع، على خاطر تعرفوا اللي التونسي قلبه ابيض، التونسي ماهوش المتعصب، احترمني ونحترمك، هذاك هي
التونسي. بالفعل. وذاك الرساله نتاعنا احنا نزيد نوجه نداء لكل الجاليه التونسيه بالخارج، وهو انه نعملوا عبر الصفحات نتاعنا للاشهار للبلاد نتاعنا، نوصل الصوره الحقيقيه باش نحاربوا الصوره السوداء اللي طاغيه على الفيسبوك، وكأنه تونس داخله في حرب. لا، تونس هبط لي فيديو زاهيه باهلها باشجارها بها فقط. والله نحييك برشا يا سي عادل. خلينا البلاد فارغه شوي بشوي باذن الله نمنعوها. محلاه كلامك يا سي عادل، بالحق النظره التفاؤليه هذه وحبك للبلاد وروحك الوطنيه هذيك علاش انت تتكلم هكايا، لانك تحب تونس باخلاص، وتاكد انه تونس راهي تحب اولادها وين ما كانوا في كامل انحاء العالم، في ايطاليا، في فرنسا، في الدول العربيه الكل، راهي محتاجه لكل تونسي ونفس كل تونسي انه يزورها ويضخ فيها الدماء هذيك اللي تجمعنا الناس الكل تحت اسمها، اسم تونس امنا اللي تجمعنا، يلزمنا نقدموا لها يد العرفان ويد الجميل. يظهر لي هذا اقل واجب نقوم به تجاه وطننا. على كل حال طبيعه البلاد هي باش تكون الانطلاقه، خاطر البيت اللي باش يجمعنا منه هو باذن الله باش ننفذ الاعمال نتاعنا، وان شاء الله يا ربي من هنا قدام كما كان الخير، لان تونس ستبقى دائما عاليه، وباذن الله بامثالك وبامثال الاخيان اللي شرفت عرفتهم ثم امل لخاطر بتونس شعب يحميها. الحمد لله. الشعب هذايا كما قلت سي عادل، انا نحثكم انتوما انكم تكبروا المجموعه المواطنين اللي بالخارج في صفحة ريحة البلاد، حتى نكونوا ونبلغوا صوتنا وين ما كانوا المقيمين بالخارج الكل في كامل أصقاع العالم، حتى أن تكون مجموعتنا ونتحدوا كلنا على كلمة واحدة ونكونوا يد واحدة ونبنيوا تونس لغد أفضل إن شاء الله. بعد إذنكم كريم فقط كلمة باش نعطيها للعائلات في الأخر. نعم مازالت لنا 2 دقائق. يصبروا ويصابوا، يصبروا لنا نخدموا، فما أشياء جديدة بإذن الله، فما كان الخير فقط يصبروا وما يقعوش في فخ المزايدات السياسية. ثم حكومة معنية بالأمر يعطيوا ثقتهم في الناس هذوكم، احنا وراهم ونطمعوا فيهم ونراقبوا فيهم ونقلبوا لهم الملف، ما يخليوش حد يقول أعداء بلاد يستغلوهم بسياقة حد يقول تهميش الملف هذايا، ويقع حد يقول استعماله للفوضى اللي هي مبنى حتى نتيجة. نعم شكرا. احنا برغم حد يقول وقعت كاملة بلا عداوة مع الحكومة، احنا ماليش أعداء حتى حد، احنا نتعاون قدر المستطاع مع من يمد لنا المساعدة، نطمنوهم وانهم يصبروا، ولو فما ناس تخدم في الملف هذايا وان شاء الله ان شاء الله عيد ان شاء الله يا ربي يسمعنا الخير يا سي عادل. شكرا، نورتنا الليله سي عادل العيد في برنامج ريحه البلاد. الله ينور بيتك انت والفريق العامل معاك، وان شاء الله يا ربي نتقابلوا في ساعه سعيده باذن الله. ان شاء الله. مساء الخير يقول هنا سي حموده بوخليخيل اللي هو معنا في الجروب نتاع ريحه البلاد، يقول تحيه للاخوه التقنيين اللي تقنيي هذا اللقاء، وشكر كبير برشا لاخونا سمير في غرفه الهاتف على اصراره انه حتى المكالمات اللي روغت بينا، وهذا ظروف هذه ظروف المباشر. يقول للتذكير فقط اخت ريم يا ريت تتعرج على موضوع سن السيارات المستورده، لابد من اعطاء لمحه صغيره على مهرجان عيد الشعوب هذا اللي باش ينطلق يوم 18 ماي المقبل ويتواصل حتى حدود 20 ماي من نفس الشهر. ونذكر اننا نحن التونسيون سنكون حاضرين كالعادة في هذا المهرجان الثقافي، مع العلم أن هذا المهرجان هو في الحقيقة من أعداد ثلة من المهاجرين في كل أنحاء العالم، وتونس من بينهم ممثلة في جمعية التوأمة الثقافية والاجتماعية للتونسيين بترانتو. فالدعوة موجهة للجميع حتى من أصدقاء صفحة ريحة البلاد. إن شاء الله نواكبوا أيضا النشاط هذا سي حمودة وتكون معنا في المباشر وتمدنا بأكثر تفاصيل. 11 بالضبط على موجاتنا هكا نقول لكم. ما بقى لي كي نقول لكم صباح الخير. طارق يقول لي ما عادش بكري. أجمل تحيات كامل الفريق ريم بوعسيدة، ليلتكم زينة.